السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل ساحرتي، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصل لكم كل جديد. هتبتدي معانا الأحداث إن تبيزي هتتحول لشريرة، بس تبيزي أصلا كانت الأيانة، بس اتهزمت في يوم من الأيام في معركة مع الجن، وأصبح قلب تبيزي الملائكي لروشني، يعني قلب تبيزي بقى لروشني، وأصبحت روشني هي الأيانة. وبعد ما تتحول تبيزي الشريرة، هتحول أمان لجن القمامة، هتحرق وشه، لكن روشني هتعرف وهتبتدي ترجع أمان لطبيعته، وهتحاول تبيزي قتل روشني عشان تاخد قلبها الملائكي. هتبتدي تبيزي تفكر في خطة، فهتبتدي تبيزي تخطف الطفل أرمان ابن أمان وروشني عن طريق البوابة السحرية، وهتقوم بتهديد روشني عشان تاخد قلبها الملائكي. هتتمكن تبيزي بسرقة الخاتم السحري من روشني، وهتقول لروشني اعطيني القلب الملائكي، وفي نفس الوقت ده أمان هياخد ابنه أرمان من تبيزي وهيخطفه، وهيهربوا هو وروشني وهيطلعوا يجروا في الغابة السوداء. لكن للأسف تبيزي هتظهر لهم فجأة وهتوقف روشني تاني، وهتقول لها رجعيلي القلب الملائكي. وهتبتدي تبيزي تفكر تنتقم منهم ازاي. هتقول تبيزي خطة عشان الخاتم السحر اللي معاها على أمان، هيبتدي أمان يتجمد ويبقى تمثال من التلج. وهتبتدي تبيزي تضحك وتقول لروشني مش هتقدري تعملي أي حاجة دلوقتي، لأن أمان سمعك، لكن خلاص بقى تمثال مش هيقدر يساعدك. هتبتدي روشني تعيط وتفكر في أي حيلة، لكن للأسف هي مش عارفة. فهتفتكر التعويذة كانت أمها علمتها لها، التعويذة دي بتاعة الخاتم السحري. فهتبتدي روشني تقولها، وفي الآخر أمان هيرجع لطبيعته، وهتاخد روشني الخاتم السحري من تبيزي من غير ما تحس بأي حاجة، وهيهربوا. هتبتدي تبيزي تظهر ليهم تاني وهتوقف روشني، هتقول لها أنا مش هسيبك إلا لما اخد القلب الملائكي، وأنا معايا الخاتم وهقدر أرجع القلب. وهتحاول تبيزي تاخد قلب روشني، لكن مش هتعرف. هتقول لها انت خبيتي قلبك في جسد أرمان ابنك. وهتبتدي روشني تقول التعويذة بتاعة الخاتم، مش هتقدر تبيزي تعمل لهم أي حاجة. وهيظهر شعاع، الشعاع ده هو بتاع التعويذة اللي هيخلي روشني تتمكن تنتصر على تبيزي. والشعاع ده هو اللي فك السحر وخلى أمان رجع برضو لطبيعته. وبعد كده العيلة كلها هتتجمع وهيروحوا لهم في الغابة السوداء لأمان وروشني. هتبتدي بقى تبيزي تقول لهم فاضل 3 دقايق بالظبط وهاخد القلب من روشني، وبتضحك وتقول لهم الخاتم في ايدي وهيرجع لي القلب بتاعها يعني، وان الخاتم ده جاي لي هدية من مرات اخويا. المهم هتبتدي تبيزي تتفاجئ اصلا ان الخاتم مش في ايديها، فهتقول لها روشني انا اخدت الخاتم. هتصدم تبيزي، هتقول لها اخدت الخاتم، وهتبقى مش مصدقة نفسها. وهتبتدي تغيب الشمس ويظهر القمر، وتقول تبيزي يا ويلتي ضاع مجهودي 200 عام. وهتنزل ملايكة من السماء هيأيدوا
تبيزي بسلاسل، والملايكة هتقول لأمان ورشني خلاص مفيش إزعاج تاني من تبيزي، ومش هترجع لكم تاني مرة تانية، وهينتصر الخير على الشر وهتنتهي الحلقة.